جات لي مسج بتقول انتوا عملتوا فيديو قبل كده اتكلمتوا فيه عن قصة البنت اللي وقعت في تجاوزات جسدية مع خطيبها، وانه ازاي محدش يقع في الغلطة دي، لكن ما اتكلمتوش عن ازاي لو حد وقع في الغلطة دي خلاص يعمل ايه؟ يعمل ايه في احساسه بالذنب اللي مخليه مش عارف ينام؟ يعمل ايه وهو مش قادر يبص في وشه حتى في المراية؟ يعمل ايه وهو مش قادر يبص لأهله ولا قادر يفتح الباب انه يتعرف على حد جديد من كتر احساس الذنب اللي مسيطر على حياته ومخليه مش عارف يعيش؟ لو سمحتوا قولوا لنا اللي وقع في الغلطة دي يعمل ايه؟ مهم قوي لاي حد واقع في الغلطه دي او اي غلطه كبيره عشان يتخلص من احساسه بالذنب ده، محتاج تبقى عارف ان انت وقعت في الغلطه دي مش عشان انت انسان وحش، انت وقعت في الغلطه دي عشان انت الاصل فيك ان انت انسان ضعيف، الاصل فيك الضعف، الاصل فيك النقص، الاصل فيك الجهل بنفسك وبحاجات كتير في حياتك ممكن تخليك تبقاش عارف ان انا ممكن اقع في غلطه دي زي دي مهما كنت متخيل نفسي بعيد. فانت وقعت في الغلطه دي مش عشان انت وحش، ولكن عشان انت انسان ممكن تقع في غلطه زي دي. وهنا نتنقل للنقطه الثانيه، انه مهم قوي عشان تتخلص من احساسك بالذنب تجاه فعل انت عملته معين انك تفصل ما بين شخصك وما بين الفعل ده. فرق كبير قوي بين ان انا اقول ان انا شخص وحش وما كانش ينفع اعمل كده، وان اقول انه الفعل اللي انا عملته ده وحش. افصل ما بين الاثنين، الفعل وحش وهرفضه بشده وما اقبلش ان اعمله تاني وما احبش ان انا اشوفه، ده الفعل. ولكن انا مش كده، دي مش طبيعتي، او حتى لو كنت غلطت كده انا مش عايز ابقى كده قدام. ففكره ان انا افصل ما بين الفعل وشخصي مهمه جدا جدا، ان انا اتخلص من فكره الذنب الكبير اللي جوايا ده. خطوه ثالثه تساعدنا لفكره ان انا اتخلص من الذنب، اوعى تفتكر ان انت بجلدك لنفسك وجلدك لذاتك ان انت كده بتربي نفسك وبتحمي نفسك من الوقوع في الغلط تاني، وان كل ما تقعد تقول لنفسك ان انت انسان قد ايه انت انسان وحش وانه ما كانش ينفع اعمل كده يبقى انا بعد كده مش هعمل ده. دي مش حقيقة. جلد الذات بيوصل لنا مسج كده في عقلي الباطن ان انا انسان وحش، ان انا انسان ما استحقش، ان انا انسان ما استاهلش، وبحسس نفسي بخزي وعار ومشاعر سلبية كتير جدا من كتر جلد النفس. هيوصل لي رسالة في الاخر ان انا انسان وحش. طب ايه اللي هيحصل لما يوصل لي ان انا انسان وحش؟ بما اني انسان وحش انا ممكن اكرر الغلطة دي، برغم ان انت كنت متخيل ان انا لما اجلد نفسي ده يساعدني ان ما اقعش في غلطة تاني. فالعكس هو اللي بيحصل، انا لما بجلد نفسي زيادة وابقى اكون قاسي على نفسي الرسالة وصلت لي اني وحش، فبدون ما احس الاقي نفسي بعمل الغلطه دي مره واثنين وثلاثه وهو انا وحش. عكس تماما لما قلنا افصل ما بين الشعور وبين الفعل وبين نفسك، هتلاقي نفسك لا انا انسان كويس. لما تبقى انا انسان كويس انا ما احبش اشوف نفسي في الفعل ده تاني، وبالتالي جلد الذات مش بيفيد ابدا ابدا في ان اتخلص من احساسي بالذنب. الحاجه الرابعه، مهمه قوي تصدق فكره التوبه اللي موجوده في الاديان كلها. بس ايه تصدق؟ انا عارف انت عارفها، عارفين كلنا ان احنا بنتوب وربنا بيغفر. لا لا لا، صدق. يعني ايه تصدق؟ يعني تصدق ان انا اللي انا عملته ده ممكن يتعمل له ديليت، مش موجود تماما، انتهى ما كانه ما حصلش. ما تحملش نفسك فوق طاقتك حاجه جايبها من عندك انه ده ذنب ومش هيتغفر، ده حاجه هتفضل عار ووصمه عار كده مكمله عمري. لا ده مش حقيقه. جبت الكلام ده منين؟ عارف عامل زي ايه؟ انت عمال تاخد صور على موبايلك، صور مش عاجباك والميموري بقى فول، خلاص الموبايل هينفجر وانت مش عايز تدوس ديليت. اذا كان صاحب الموبايل بيقول لك في اوبشن كده تدوس ديليت تفضي الميموري، ما هو ربنا بيعمل معانا كده، بيقول لك في اوبشن اسمه التوبه، ان انا اندم بدل ان ندمت على اللي انت عملته ده، بدل انا خلاص مش عايز اكرره تاني، خلاص الموضوع اتمسح، الموضوع مش موجود. ففكره التوبه من اكتر حاجات، خلاص انا غلطت الموضوع ده اتقفل، الموضوع ده ما حصلش، مش انا اللي بقول لك الكلام ده ولا بقول لك الفه، هو ربنا اللي بيقول لك كده. ففكره التوبه بتساعد جدا جدا، واكتر حاجه بتساعد في نتخلص من الاحساس بالذنب ده. فالخلاصه في الموضوع، انت مش انسان وحش ان انت وقعت في الغلطه دي. الغلطه وحشه بس انا مش وحش، وبالتالي مفيش اي داعي ان انت تجلد لنفسك. اقفل الصفحه دي تماما بتوبه ونيه صادقه ان انا مش عايز اكرر الموضوع ده تاني، ساعتها الموضوع ده يبقى انتهى تماما، وساعتها تقدر تتخلص من احساس الذنب. لكن كمان لو ما قدرتش تعمل الخطوات دي، مهم تروح لحد متخصص يساعدك، تقدر تتكلم قدامه عن الحاجات دي، ما يحكمش عليك وما يصدرش عليك احكام. لو ما عرفتش تعمل الخطوات دي مع نفسك، روح لحد متخصص يساعدك ازاي تتخلص من احساس الذنب ده وتبدا من جديد.